السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم باتول. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم سلو او السفوف اللي كيجينا رائع ورائع بزاف. فراه كيجي لذيذ كيف ما كتشوفوا غير من الصوره ديالو، راه باين زوين وباين مقوم. فبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. فعندي هنايا كيلو ديال الزنجلان، انا راني نقيته مزيان وغسلته بالليل، غسلته ودرتو درت واحد البلاطو فرشت له سربيته وخليته الليله كامله، يعني حتى نشف هذاك الزنجلان مزيان حتى لغد ليه الصباح عاد كندوزو باش كنحمروه. وعندي هنايا كيلو ديال اللوز. هنا اللوز غادي نديرو في واحد الكاسرونه اللي تكون عامره بالماء. غادي الماء خصو يغطي لنا اللوز ديالنا، ديروا شي كاسرونه تكون كبيره، الماء خصو يغطي اللوز وغادي نديرو فوق البوطه يتسلق. وعندي هنايا كيلو ديال القوقاو، انا اختاريت هذا القوقاو هذا المقشر، تقدروا ديروا البلدي ومن بعد ما تسلقوه قشروه. انا درت هذا المقشر هذا حتى هو درته في كاسرونه، وغادي ندير عليه واحد الحامضه مقطعه وغادي نخليه يتسلق. وعندي هنايا كيلو ديال الإيلان، حتى هو غادي حتى هو راني غسلته، نقيته وغسلته. وعندي هنايا كيلو ديال الشوفان، وعندنا هنايا تقريبا 100 غرام من هذه حبة حلاوة. وهذا النافع البلدي كاين اللي كيقول له البسباس، والنافع العادي، النافع البلدي والنافع العادي. 100 غرام من كل حاجة. انا بغيت نكتر هكا فيه هاد الزرارع هادو حيت كيجيو زوينين في السلو. هما راني ما غسلتهمش حيت الا غسلتهم غادي تمشي منهم الريحه ديالهم ما غاديش تبقى، يعني غير كتنقيوهم مزيان من الحجر وكتمسحوهم بواحد الفوطه هكا من الغبره. فهنا اول حاجه غادي نبدا كنحمر اللي هو الدقيق. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض، انا غادي نحمر كل شيء في الكوكوط، يعني الا بغيتو ديروا في الفران حمروا في الفران، فانا هاد الطريقه هذه كتجيني سريعه. غادي نحمر كل شيء في الكوكوط. هنا راني ما درتش كيلو كامل ديال الدقيق، راني درت غير النص، يعني غادي ندير نص ديال الدقيق يتحمر كنحيدو وعاد كندير نص كيلو اخر. كيف ما شفتوا البوطه على نار اللي كانت مهيله، ما تجهدوش البوطه نهائيا على الدقيق ديالكم حيت غادي يتحرق لكم وغادي يلصق لكم في القاع الكوكوط، يعني على نار مهيله. وانا كنحرك هكا بالفوي ما كنريدوش نهائيا. هكا في الاول كتخليه واحد شويه، ولكن غير كتشوفوا الدقيق ديالكم بدا كيتقال كتبديو كتحركوه. صافي حيدت الدقيق ديالي وخليته جنب. بعد ما حمرت كيلو كامل ديال الدقيق، هنا غادي ندير الزنجلان. هنا كيف ما شفتوا الزنجلان راني درت حتى هو غير نص كيلو غيتحمر في الاول حتى كنحمرو وكنحيدو، عاد كندير نص كيلو الثاني. بالنسبه لطريقه التحمار ديال الزنجلان، هنا راني درتو حتى هو على نار مهيله، وغادي ندير عليه 2 معالق كبار ديال الزيت باش هكا ما يبقاش كيطرطق وما يبقاش يخرج لنا من الكوكوط. كنديروا دوك المعالق هذوك ديال الزيت باش ما كيبقاش يطرطق لنا الزنجلان. هنا باش تعرفوا الزنجلان ديالكم باللي صافي راه تحمر، هنا كنقيسو بيدي كنلقى باللي باقي فيه، يعني باقي كبد الماء. كتقيسيه بيديك هكذا كيبقى لك شويه الماء في يديك، يعني من كتقيسي الزنجلان بيديك وما كيبقاش فيك الماء وكديري هكا فمك وكتحسي بديك بحال اللي تقرمش، تما فين كتعرفي باللي الزنجلان ديالك راه تحمر غير حيديه. هنا راني حمرت نص كيلو الاول وهذا نص كيلو الثاني. كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، فالزنجلان ضروري ما يتغسل حيت كيكون عامر بالغبره وبالحجر. في الاول كتنقيوه مزيان وكتغسلوه، خليته قطر مزيان، عاد درتو في بلاطو اللي كنت مفرشه له سربيته وخليته ليله كامله. وهذا اللي كتشوفوا ليه نجبار حتى هو راني نقيته وغسلته مزيان وحتى هو نفس الطريقه اللي درت له ديال الزنجلان، درتو في بلاطو مفرشه له سربيته وخليته ليله كامله. هنايا كيف ما كتشوفوا القوقاو، هنا كنتسلق ليا اللوز حيدته ودرت القوقاو ودرت معاه دويورات ديال الحامض على نار مهيله كيتسلق. بالنسبه للشوفان ملي كنت كنحمرو حتى هو راني حمرته، غير كديريه فمك هكا كتحسي به باللي تقرمش، باللي هكا صافي راه تحمر، صافي كتحيديه. حمرت هذاك الكيلو كامل وحيدته
وعندي هنايا الشوفان. بالنسبه للشوفان كيف ما شفتوا، الشوفان راه حنا ما كنغسلوهش، غير كتنقيوه حتى هو راه كيكونوا فيه شويه الحجيرات، كتنقيوه مزيان. وهنايا درت معلقه كبيره عامره ديال الزبده، وغادي ندير فيها نص كيلو ديال الشوفان. نص كيلو الاول هو غيتحمر كامل، ولكن في الاول ما كنديروش كيلو كامل في الكوكوط باش هكا كيتحمر لنا مزيان. درت نص كيلو الاول، وبقيت حتى دابت ليا ديك الزبده وانا كنخلط حتى خدا ليا هذا اللون هذا. انا راني غير حذفت من الفيديو بزاف واختصرت بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل. راه بعد ما خدا لي هذاك اللون الذهبي صافي حيدته، ورجعت ضفت النص الاخر ديال الشوفان حتى هو بنفس الطريقه. درت الزبده وضفت هذاك النص كامل حتى خدا لي داك اللون المذهب وحيدته. وكيف ما شفتوا كنت درت الزرارع كاملين، النافع بتحلاوه البسباس حتى هما درتهم في الكوكوط على نار مهيله، هما غير 2 دقائق هكا تصهدوا لي وحيدتهم. صافي هنايا بالنسبه للوز، بعد ما تسلق ليا اللوز راني نقيته وحيدت له القشره ديالو، خليتها جنب، وهو غسلته مزيان وخليته تقطر. وعاد بديت كنقليه. هنا كنقلي على نار مهيله باش اللوز ديالنا ما يتحرقش ويجينا مقرمش، حيت الا جهدتو البوطه غيتحمر من برا وغيبقى من الداخل باقي ما مقرمش، غادي يبقى لكم من الداخل خضر. من الاحسن انكم ديروه على نار مهيله كيتقلى على خاطره. هنا كيف ما كتشوفوا خدا لي هذا اللون هذا، صافي كنحيدو. انا بعد ما حيدت اللوز درت هنا القوقاو حتى هو بنفس الطريقه، غادي نبقى كنقلي حتى غادي نكمل هذاك الكيلو اللي عندي كامل. من تكونوا كتقليو ماشي تخليو حتى ياخذ لكم اللون احمر عاد تحيدوه، لا، هو راه من كتحيدوه من الزيت كيولي ياخذ اللون ديالو. يعني غير كتشوفوا هذا اللون هذا صافي كتحيديه من الزيت. وحتى هو كنقليوه اللي كتكون على نار مهيله. بالنسبه للقلي ديال القوقاو واللوز، اللي بغى يدير في الفران يديرو. انا كتعجبني هاد الطريقه هذه ديال القلي حيت كيجي رائع بها السلو وكيجي مقرمش اكثر. هذا القشور ديال اللوز ديالنا كيف ما شفتوا راهم بعد ما قشرت اللوز غسلت هذوك القشور حتى هما غسلتهم مزيان وخليتهم حتى قطروا ودخلتهم الفران. القشور انا دخلتهم الفران على نار مهيله حتى تقرملوا ليا مزيان، وحتى هما غنطحنهم ونديرهم في السفوف حتى القشور ما غنرميهمش. هنايا اللوز ديالي بعد ما تقلالي، هنا غادي درت هذا الورق هذا اللي غادي يشرب ليا الزيت، وغادي نسرحو عليه مزيان وغنخليه ليله كامله. انا ما كنتش مزروبه عليه داكشي باش خدمته على خاطري. صافي غادي نغطيه وغادي نخليه حتى كيتشرب هذاك الكارط هذا كيتشرب ليا الزيت كامله اللي كاينه في اللوز. ونفس الشيء غادي ندير حتى القوقاو، حتى هو هاني فرشت له الورق وغادي نوزعوه على البلاطو كامل وغنغطيه وغنخليه ليله كامله. عاد غادي ندوز باش غادي نطحنهم حتى كيكون تشرب ليا الزيت مزيان، حتى لا غطليه عاد غادي نطحنهم. صافي الا كنتي مزروبه بسلو ديالك فراه في النهار تقدري ديري كامل. يعني انا واحد المره راه كنت صورت معكم تبارك الله 5 كيلو ديال السفوف، 8 كيلو ديال السفوف اللي كنت درت تبارك الله في نهار واحد كنت كملتها. يعني بديت في الصباح ورونته في العشيه. يعني الا ما كنتي مزروبه به في الصباح حمري وقادي صوالحك، وفي العشيه طحنيه ورونيه. فانا هنايا قسمت هكا الخدمه، فنهار قليت فيه وحمرت وحتى لا غد ليه عاد طحنت وبديت كان نرون سلو ديالي. وهنايا عندي هنا راه حتى لا غد ليه عاد درت هاد الزيت هذه اللي كنت حمرت فيها اللوز وحمرت فيها القوقاو، خليتها حتى بردت تماما وصفيتها، ومن بعد درتها في كاسرونه وزدت عليها زلافه ديال الدقيق الابيض. هذيك الزلافه اللي زدت عليها راني نقصتها من داك الكيلو. يعني انا هذا السفوف هذا راني درت فيه كيلو فقط ديال الدقيق، ما تزيدوش اكثر من كيلو. صافي هنايا راني كنت درت هذيك الزلافه راني كنت حيدتها من الكيلو وزدت عليه نص زلافه ديال الفينو، داك الرطب كاع ماشي الحرش، داك القمح الرطب الفينو. صافي بقيت كنحرك على نار مهيله حتى كياخذ ليا واحد اللون ذهبي. هنا راه فاط ليا الكاسرونه كيف ما شفتوا رونات لي كاع الدعوه، بصح معليش صافي ما كنغفلوش عليه، كنبقى هكا مع التحريك المستمر على نار مهيله حتى كياخذ ليا اللون الذهبي وكنطفي عليه.
صافي هنا ديك البرمه اللي راكو كتشوفوا فيها بس ديش عليها، لحقاش كنت هنا غير الغديوه ديالي كانت كطيب، وفي نفس الوقت كنت هكا كنصايب الصوالح ديال السلو. صافي هنايا حتى خدا ليا هاد اللون هذا الذهبي. صافي وغادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه حتى كيبرد مزيان مزيان. يعني هي كنديروها في الاول قبل ما كنبديو كنطحنوا صوالحنا اللي غنديرو في السلو. فانا غادي نبدي نطحن. هنا اول حاجه غادي نطحنها، هنا كيف شفتوا راني حتى لغد لي عاد بديت كنطحن. فاول حاجه اللي هي اللان ديالنا اللي نجبر غادي نطحنو مزيان مزيان بحال هكذا، وكنغربلو في هذا الغربال هذا اللي غتشوفوا دابا، الغربال الرقيق. هذا الغربال هذا راه كيكونوا العيون ديالو رقاق بزاف. طحنت هذاك الكيلو كامل وغربلته. صافي وهنا غادي ندوزو للشوفان. كيف شفتوا خدا هذا اللون هذا ذهبي، حتى هو غادي نطحنو مزيان وغنغربلو في الغربال الرقيق. وهنايا الزرارع ديالي حتى هما غادي نطحنهم. هادشي اللي كتشوفوا دابا راه كلشي محمر ومنقي ومقاد. هادوك جوج ديال الكوزات كتشوفوهم بيضين، راه غير من كنت كنحمر الدقيق درتهم تحمروا ليا حتى هما مع الدقيق، صهرتهم مع الدقيق ومن بعد حيدتهم. عندي هنايا اللوز كيف ما شفتوا حتى هو طحنته، ولكن ما طحنتوش بزاف. اللوز خليته مهرمش وقلعت منه واحد الزلافه هي اللي غادي نضيف في الاخير. يعني داك الكيلو قلعت منه زلافه هكاك لوزات صحاحين غنرميهم في الاخير، وخليته بحال هكذا يعني فيه طريفات، ما طحنتوش بزاف. وحتى قوقاو حتى هو نفس الشيء، حتى هو غادي نطحنو ولكن ما غاديش نطحنو بزاف يعني تيتسمعك، لا غادي نخليه هكاك مقرمش. غير انا كنبغي هذيك القرمشه هكا تجيني في السلو. يعني اللي ما كيبغيش بحال هكذا يقدر يطحنو مزيان مزيان حتى كيتسمعك هذاك قوقاو ديالو وداك اللوز. صافي هنايا عندي كيلو ديال الزنجلان، حتى هو راني قلعت منه زلافه غنضيفها في الاخير، وحتى هو غادي نطحنوه مزيان مزيان. وهنايا غادي ندوزو باش غادي نرونو السلو ديالنا. هنا راني درت الدقيق هو الاول اللي راني ضايفه ملهيه. راه غادي تشوفوا داك اللون هذاك راه ما محروقش نهائيا، يعني باش ماشي يحسب لكم راه محروق، راه ما محروقش نهائيا. راني غير من حمرته فتلو شويه في التحمار، يعني كان عليا ندير له قل من هاد التحميره ولكن معليش فتلو شويه في التحمار. كيلو ديال الدقيق، عندي كيلو ديال الانجبار اللي هو إلان، كيلو ديال الزنجلان، كيلو ديال اللوز، وكيلو ديال القوقاو. هنا كل شيء راه مغربل مطحون ومغربل، ما عدا اللوز والقوقاو اللي ما غربلتهمش. هنايا ضفت الشوفان، وهنايا الزرارع ديالنا كيف ما شفتوا حتى هما طحنتهم وغربلتهم في الغربال الرقيق. وهاد الزلافه هو القشور ديال اللوز، يعني قبل ما كتحمري القشور ديال اللوز ضروري ما كيتغسلوا، حيت راه كيكون فيهم الغبره. ضروري ما كتغسليهم مزيان من كتقلعيهم من اللوز وكتخليهم يقطروا، ومن بعد كتدخليهم الفران حتى كيتقرملوا وكطحنيهم. هنا هاد التعليكه اللي كتشوفوا راه غير ديال الزنجلان. خديت كاس ديال الزنجلان ودرت معاه واحد شويه ديال الزيت، بطبيعه الحال الزيت اللي كان طايبه، يعني ماشي زيت عاديه، الزيت اللي قلعتها من الكاسرونه باش ضفتها على داك الزنجلان وطحنت مزيان تعطاني ديك التعليكه. وهذه هي التعليكه ديالنا اللي درنا بالزيت اللي قلينا فيها، ودرناها بالدقيق ودرناها بالفينو. هي غادي نخوي ديك الكاسرونه كامله. صافي وغادي نبقى هكا كنجمع بيديا، نخلط كلشي بيديا. فهاد الطريقه هذه هي طريقتي في تحضير السلو، كديرها كل عام بنفس الطريقه. فبهكذا كيجيني رائع وكيجيني بنين بنين بزاف. فاللي كيذوقوا عندي كيقول لي اش درتي فيه، راه فعلا كيجي لذيذ بزاف. كنتمنىكم باش تجربوه. هنا فاش كنت كنخلطو راه كيعطي واحد الريحه زوينه، كنطالعه منه واحد الريحه زوينه بزاف. هنا صافي بعد ما هكا راني غير خلطت، يعني مازال ما معكتوش. غادي نضيف القرفه، انا كيعجبني ندير فيه شويه القرفه تكون كثيره. درت القرفه حتى هي اللي كنت غربلتها. ودرت هنايا هذيك راه جوج ديال الكوزات اللي كنت طحنتهم حتى هما مزيان وتغربلوا. ودرت هنايا سكر كلاصي. انا بالنسبه للسكر كلاصي غادي ندخل فيه كيلو ديال السكر كلاصي. درت هنا نص كيلو الاول وغادي نخلطو، ومن بعد غندوق. كانت ناقصه الحلاوه داكشي باش زدت نص كيلو الثاني.
وغادي نزيد هذيك الزلافه ديال الزنجلان، وغنزيد هذيك الزلافه ديال اللوز. صافي من بعد انا البانيو غادي نهبطو لتحت. هذا هو اللي كنعجن فيه كل عام سلو، حيت هو اللي كينفعني وكيهزو ليا الصراحه، وما القصعه ما كتهزليش. صافي غادي نهبط البانيو لتحت وغنمعكو هكا بيديا مزيان مزيان، خصو يتمعك يعني يعطيه الخاطر، يعطيه الخاطر. هذا هو الشكل النهائي ديال السوف ديالنا، كنتمنىكم تجربوه. صافي كنديرو في السوبيره ديالي هذه اللي كندير فيها السفوف. انا كيف شفتوا ما كنضيفش فيه الزبده وما كنضيفش فيه الزيت، عفوا ما كنضيفش فيه العسل، وكندير فيه كيف ما شفتوا غير الزيت. فكيبقى ليا مده طويله ما كيوقع له حتى شي حاجه، بالعكس راه ما حدو كيطول وهو كيزيد كيبنان. كنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم.